ولكن الآن مع غياب الأمن مصر كلها أصبحت بلطجية. أيها البلطجي، ماذا تقول لله عز وجل؟ أنت في داخلك ابحث عن نفسك. أنت في ضياع. الذي يريد أن يخرب المحلات والطيارات والشركات والمصانع والمؤسسات كلها ملك لنا نحن شعب مصر، ليس ملك لأحد. الوزير يأتي ويذهب، لكن هذه المؤسسات من يحميها؟ من يحافظ عليها؟ إلى متى تريدون الخراب لمصر؟ إلى متى؟ والغريب في ذلك أنه يتعاطوا كثير من الأموال ولم يسأل أحد ماذا سيقول الله عز وجل حينما يحاسب على كل مليم اكتسبه. ماذا يقول له؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.